في عالم الراديو. حملوا الآن تطبيق راديو هوا دجلة على جوجل بلاي وآب ستور، وأصبح بإمكانكم متابعة راديو هوا دجلة بالصوت والصورة مع إمكانية المشاركة والاتصال في البرامج مجانا من نفس التطبيق بكبسة زر واحدة. شاهد، استمع واتصل. رفقا بقلب ذاب في النجوى، وبوح فاض به الدمع أغرق المقلا. كلما شئنا البعد صاح الجوى، شئتم وشئنا ولكن قد شاء الهوى. شاء الهوى مع إنجي لكود على راديو هوا دجلة. شاء الهوى مع إنجي لكود. متأكد إنه أبدأ؟ أكيد. مساء الخير، مساء الحب والسلام والأمان يا رب يعم على كل أهلنا وأحبابنا وأخوتنا بالعراق وبالأردن وبسوريا وبكل أنحاء العالم. مساء الخير لكل اللي عم يحضرونا ويتابعونا عبر أثير راديو هوا دجلة أو من خلال تطبيقنا على الموبايل، من خلال الابليكيشن بكل انحاء العالم، او من خلال صفحتنا على الفيسبوك. اكيد انتم شايفين هلا مين في عنا. انا مو مبينه، استنوا شوي لورجيكم حالي. جماعه الفيسبوك هيك شايفيني؟ خلينا نرجع نرحب مرة ثانية. تحية ترحيب كبيرة. أول شيء مني أنا إنجي لكود، ومن المايسترو يوسف اليامور، وانطروا ضيوفنا المميزين. شاء الهوى مع إنجي لكود. سعيدة اليوم كتير بضيوف مميزين وضيوف رائعين وجميلين. رح أحكي لكم كتير عنهم أشياء. رح أحكي لكم انطباعي عنهم بالأول، وبعدين رح أعرفكم. لا، خليني أعرفكم بالأول مين. بحب أعرفكم بالشاعرة والمغنية اللي انصدمت أنا اليوم لما عرفت أنك بتغني كمان فوق أنك شاعرة، ميرنا ياغي. أهلا وسهلا فيكي ميرنا بنت بلادي كمان. أهلا وسهلا بلادي زينة. زينة بنتي. اهلا وسهلا فيكي ميرنا. اهلا فيكي. وبالشاعر الرايق الهادي يلي انا بتعرفوني انا دارسه علم نفس وبحلل الناس هيك. انا بعرف انه جواته في بركان يتفجر ويغلي، ولكن هدوء الماء قبل العاصفه. ايوه، ولكن هو مبين هادي. الاستاذ الشاعر مصطفى ياغي من لبنان الحبيب ايضا. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. مصطفى الحايك. مصطفى الحايك. انا شو قلت؟ ياغي. مصطفى ياغي. عقلك انا اخذت لك. ميرنا ياغي، مصطفى الحايك، انجي لكود. بلا ما خربت يعني، بلشت انا خربت على اخر السنه خلص يعني. فتنا بقى خلصنا. الفيوزات بلشت تضرب. والله يا مصطفى يعني انا اسفه. ولا يهمك. انا اليوم مبسوطه يعني. انت من طرف اخوالي، من اهل اخوالي. ميرنا بنت بلادي العراق، بلدي الجميل، أهلي وحبايبي وإخواني والناس اللي أنا بشتغل معهم، والأردن بلدي الثاني. فاليوم في جمعة كتير حلوة. أهلا وسهلا فيكم. أكيد. وأنا سعيدة أني أنا عم بختم السنة اليوم مع وردتين جميلات بجنينتك. نحن بجنينتي. لا هيك ما انا حاسه في زغله على فكره. في وحده هون عم تغرزني. وردتين عرفت عم تلطفها. وردتين ليه؟ شوفي غير الورد. هدول الشعراء يا جماعه ما بينعلق معهم، والله ما بينعلق. يتبعهم الغاوون كمان الشعراء. نحن قبل الهوا كنا عم نقول خايفانين من اسئلتك المحرجه. خافي هلا من البيوت الشعريه اللي رح تيجي. يا لطيف، ان شاء الله فكرك ما احكي معك شعر انا. يعني خلاص بدها تضارب علينا اليوم. ميرنا روحي قلبي، انت شو برجك؟ عمري. حياتي. حياتي شو برجك؟ الدلو. اهلا الدلو بالهوا. بيزبط معي. زبطنا. استنى شوف مصطفى شو برجك؟ قوس. يما. انت شو برجك؟ انا اسد. لا شوفوا، اسد ودلو وقوس بيزبطوا مع بعض، وجوزاء المشحره ذاك اللي قاعد ورا الميكروفون.
كمان بجنن. جوزاء. جوزاء هوائي أنت. وعندك استاذ غانم كمان جوزاء. فمبدئيا نحن بنشكل جروب كتير حلو. بس مبدئيا مجموعة الهوا هي اللي غالبة لأنه 3 نحن هوائيين. والله ما كتير والله. تعولي لأنه النار يعني واحد ناري. اسألي مصطفى، أنا لما شفتك هلا أنا لما عرفت عنك يا مصطفى ما قلت أنا هذا الهدوء مو مطمني، أنا حاسة في جواته بركان طلع قوس يا جماعة. خجل مؤقت. ايه انا بعرفه. شوف احيانا انا بكون هيك، بكون هادية هيك بس بكون عم بتحلف للناس. في شيء بعدين. بالضبط. طب شو رايكم نبدا ليديز فيرست؟ نسال ميرنا ياغي هيك بجملتين، مين هي ميرنا ياغي؟ مين هي ميرنا ياغي؟ كيف بتشوفيها او مين انت برايك كيف تعرفي عنها؟ ما في، كتير بسيطة، حدا كتير حساس، طفلة. يبقى مصيبه هي. مبدئيا اللي بيقول لك انا بسيط بكون مصيبه. والله. تفضلي. إيه. طفلة والله. هيدا على الهوا بالكواليس الله أعلم. صدقا لا والله والله يا مصطفى. هلا انا شفت التيك توك تبعها وعرفت انها يعني بسيطة بسيطه كتير. وبتجنن. إيه. تفضلي كملي. طفلة يعني تخيلي لهلا أنا بنام على هايدي على هايدي والله. فلونا إدمان إدمان مصطفى، أنا بنام على فلونا. قربي على الميكروفون شوي بس عشان وإذا ما قربت هو بيقرب. انت لحالك قلتي لي ما في خلاف. هي قالت لي انه السماعات حابينك، لا انا مو حاببتهم. لا فعليا انا طفله. احلى شيء الطفل، انه يضل الطفل جواتنا وما ننساه. في كتير ناس منا لما تكبر بتنسى الطفل اللي جواتها، وطول ما انت طفله رح تضل هاي اللمعه الحلوه بعيونك. خجلتي لي. شو رايك تقري لنا شيء يعبر عنك او تحكي لنا يعني؟ يعبر عني. رح اقول لك شيء انا كاتبته وحابه اقوله هلا بوجودك. يلا بتشرف بوجودك. انا. هو بيعبر عني حزين، بس يمكن انا طبيعتي حزينه يا جماعه، ما تواخذونا، مع انه هاي السنه لازم نستقبلها بفرح. اكيد. بقول حابب أسيل قلبي وغير وجهي وانسى يلي وجعني واترك كل شي، امسح الطيب اللي عندي، اتجرد من كلمة بدي، مش هاممني تكونوا ضدي حتى لو رح ابقى بهالدنيا عايش وحدي. الله. اتركوني وخلوني ارجع رتب مملكتي، وارجع مثل طفل صغير رايح مدرستي، همي ما بدي اياه، شو صعب العيشة معه، مش هاممني تكونوا ضدي حتى لو رح ابقى بهالدنيا عايش وحدي. مع اني ما بحب العيشة وحدي. الله الله جميل جنن. تسلم. محيرني انا هذا الميكروفون، شوي باخده يمين شوي باخده يسار، شلون بدي ابين انا؟ خليه على قد عقله. طيب مصطفى. مثل ما عملوا. صدقيني. مصطفى مصطفى الحايك شاعر. نعم. لك كتبت كتير لفنانين انت كمان، وبتحكي شعر محكي يعني. صحيح. الشعر المحكي بين الزجلي والشعر المحكي اللبناني وبتحكي زجل كمان كمان. الاثنين. طيب شو ممكن تحكي لنا عن مصطفى؟ مين هو مصطفى الحايك؟ ولو حبيت تعبر كمان بشعر أنا بكون شاكرة وممنونة. مصطفى الحايك بعكس ميرنا ياغي. يا سلام. ميرنا ياغي كبرت بالعمر وبعدها بتحس حالها طفلة. أيوة. أنا بعدني طفل وبحس حالي كبير، سبقت عمري بشوي، بكتير مش بشوي. في مراحل كتير بالحياة ما عشتها. أنا اللي ما عشتها، هي كنت قادر أعيشها بس ما عشتها. شو الأسباب ما بعرف، بس حسيت لازم أكبر بسرعة بالعمر من جوا أكتر من برا. شو اللي دفعك لهذا الإحساس؟ يمكن طبعي هيك كان، من عمر المراهقة إذا بدك بلشت بهالشي. حسيت إنه لازم أنطلق للحياة بسرعة، رغم إنه ما كنت قادر ما أنطلق. يعني أنت انسلخت عن طفولتك مبكرا مثلا وعن مراهقتي. وعن مراهقتك. صحيح. معناتها أنا بقدر أتخيل إنه رفقاتك كلهم أكبر منك. بتخيلي هاي الحقيقة. هاي الحقيقة بقدر أتوقع إنه رفقاتك أكبر منك. مع انه انا يعني انا اتفق مع ميرنا انه نتمسك بطفولتنا، بس يمكن انت رح ترجع للطفوله بيوم من الايام. يوم من الأيام رح ترجع لها صح ميرنا؟ ممكن شخص يرجعني للطفولة. ممكن. هلا انا شخص برافو. في شغله بشوفها دائما، هي الشغله اللي ربطتني بمصطفى، يعني على صعيد الشخصي والصداقه.
حزين الشجن، في دائما الشجن بعينه، طلعي ببو العين. ما اخترته انا للحزن، بس هو بتحسيه هو اختارك. هو اختار. ايه بتحسي انه انا لا، ما بكتب بحسك عم بتأنب حالك. لا هي بدها قعده نفسيه. انا ما بصراحة. بدي اقلبها دراما، حس رح تبكي كمان شوي. انا بدي قعده نفسيه، نقعد جلسه والله. تحليل نفسي. لا هلا هي بتبكي بدها. بعد هلا قصيدة بدك روز. تبكي. هلا بعد هاي هلا القصيدة. لو ما كان يعني جو البرنامج غير كنت ما عتقتك انا مصطفى. طب ممكن انه تعبر لنا عنك من خلال شعر او قصيده؟ في قصيدة بحبها كتير، هاي ما بنساها ودائما بقولها. بتقول: شبابيك عيني شبابيك عيني مالهن عازي، فلوا اللي كانوا كسروا ازازي، ومن كتر ما بقلبي توفوا ناس كل يوم منه بتطلع جناز. وعلى الأرض بمشي بحس وزني تقيل، وبحس داعس كون عدي، وكل ما بميل الأرض عم بتميل تخمين هي الماشي علي. يا لطيف. وحظي وقت اللي شافني تبخر، وكل الشقا والهم مكتب لي، مثل الكأني خلقت متأخر، وعمري حدا مستعمله قبلي. لا بدك اكثر من هيك وجع؟ لا لا لا، بدنا نطلع من هذا المود. بدنا نطلع بليز. لا. انتوا دخلتوني على المود، انا ما بدي ادخل. نحن هو جاهز. هو جاهز فورا. لا. سألتيني عن نفسي، فهيدي اصلا بتحكي عنها. يسلم انت تمك. شوف فعلا يعني انا شايفه انت سامع صوتي منيح هيك، لانه يعني انا محتاره بين انه بين ولا يبين صوتي يعني. اهم شيء الصوت. اثنين حلوين. الله يسعد قلبك يا رب. انا بشوف شخص حساس كتير، شخص مرهف قاعد قدامي، موعود معايا بالسعاده. بالعذاب هذا موعود. لا موعود بالسعاده، بس هو التكت بايده. صح. هو اللي هاي الكلمة الصح. يعني المفتاح بايده، ايمت ما بده بيستخدم هذا المفتاح، وايمت ما بده قصة وقت. لا هي موضوع وقت. بس حكى كلمة مهمة مصطفى ترى، يعني أنا ما نسيتها. قال ممكن يجي شخص 100% يرجعني للطفولة، وشخص يفتح له هيدا الباب صح. اللي هو يمكن بإرادته مسكره، يمكن طبعه هيك. هو فعليا الشخص موجود بس بعيد. بعيد شوي. بعيد، في وجع. طب هلا نفشي اسرار هلا. لا رح خلي نفشي. الطابق بس. رح نفشي كتير اسرار. استني جايكم الدور، لسه انا الله محضرت يستر. لكم اشياء كتير. طيب انت مفكره ما بحكيكي شعر انا طلعك من يلا. هذا المود؟ يا ريت. طلعك من مود لا وانا هلا بدي يوسف طلعك. شو رايك انا طلعهم من مود المود اللي دخلونا فيه؟ اسمعي قولي هاي. يلا. ها. قال يا ميرنا نعم. بحبك حب الشباك للبرداية، الله. بحبك حب القرنبيط للكوساية. الله. والف ب وباي نص رغيف وكوسايه. انا بكتب على اللوح وانتوا وانتوا ردوا بتقروا وراي. وراي. قال بحبك حب الشلمونة للكولاية، وبحبك حب الطشت للكبجاية. عم بتغشغش غشاشه. يا حبيبي. اسمعي ميرنا، سامح قولي. مصطفى، شوفوا أنا بس هيك حبيت أمزح معكم. نحن يوم الخميس هيدا اليوم بشاء الهوا بيكون للخفيف، نهاية أسبوع، وهلا نهاية سنة نحن. صحيح. فيه تحديات، فيه ألعاب، فيه كشف أسرار، فيه أسئلة، كل شيء بيخطر ببالك فيه. وأنا اليوم محضرت لكم كتير أشياء. أول شغلة محضرت لكم إياها، نحن والمستمعين الأحبة اللي هلا عم بيتابعونا واللي عم بيشاركوا معنا بالكومنتات، متعودين كل خميس نقرأ رسائل الكون. طالما حضرت لك تاروت اعتبر انه انتهى الموضوع. لا لا مش تاروت، مش تاروت. انا رسائل بخاف من الكون. الكرت تبع التاروت. انا ما عندي لا لا مشكلة. التاروت عندي بالبيت. هذا مش لا هي أكيد. رسائل الكون. يلا. يا رب. رسائل الكون. والله يفضح هذا. امين امين. الله لا يوقع حدا بين ايديك. هلا رح نحن طريقتنا بالترحيب فيكم هي حنعطيكم شو رساله الكون لإلك لهذا العام كله 2022، ورساله الكون لإلك مصطفى. مين بيحب يبلش برسائل الكون، انت ولا مصطفى؟ اكيد هي. ليديز فيرست. تسلم. انا في إلي صديق كل ما نكون بدنا نطلع مثلا بالاسانسير بيقول لي ليديز فيرست وبفوت.
هذا كتير مهضوم. بقول له طبعا هي رفقاتي كلهم والله هيك. العظيم مهضوم. فهيك وبيفوت هو قبلها. لا وشلون بيفوت وقت يقول ليديز فيرست اول شيء هيك تقولي الباب واطي كتير تبع الاسانسير، يعني على اساس انه هو من كتر مو طويل. طيب ميرنا، رح نقلب رسائل الكون. بعدين انت رح تقولي ستوب باي لحظه، بس ما تطولي. يلا. لا ما بطول. بتقولي ستوب بنشوف الكون شو بقول لك. ستوب. يا لطيف شو دغري على شو السريع. اسم الله. A time to give rather than take. ترجمي. انا انجليزي يوك. انا فرنسي. ولا فرنسي. هذا من المشاهدين. هذا الوقت انك لا، انا حتى الانجليزي ما بحب اللي بيحكوا معي انجليزي، بقول لهم احترموا ثقافتي. هلا صار الوقت انك تعطي اكثر ما تاخذي. هي 100% بتصدقي؟ انا بآمن بعلم الطاقة. هاي السنة انت رح تعطي اكثر ما تاخذي. بس هي عم تقلك اجى الوقت انك تاخذي اكثر انك ما تعطي اكثر ما تاخذي. تعطي اكثر ما تاخذي. تعطي شو تعطي ابداع، تعطي شغل، تعطي تمام. انتاج، تعطي من حالك، تعطي ميرنا. تعطي وقت. هلا تعطي ميرنا. ايوه بس. انت بقى واسقاطاتك، عرفتي؟ الكون بيعطيكي اشاره وانت بدك تفسري، فانت شو الشيء اللي لازم تعطيه فكري فيه. مفكرة. اوكي انت ميرنا ما عم تعطيها وقت يبدو. بالضبط. كان ما عم بعطيها بس هلا رح تعطي. هلا سنه 2022. نيجي هلا لمصطفى، رح نقلب بالورق هاي الرسائل كلها وانت بتقلي ستوب. Bring love into the situation. اعطي الحب للموقف. يعني بما خلينا ناخذها بمعنى تاني انه اقسم بالله اجت على الوجع يا مصطفى. اي يعني حب وتقبل، ما تزعل، تقبل واعطي الحب للموقف اللي عم بتعيشه، تعامل معه بحب وبتقبل لحتى تقدر انك تكمل فيه ولحتى تقدر تطلع. اذا كان هو الموقف صعب حتى تقدر انك تطلع منه. ألم الحب صعب، بخف. لذلك بتحمل أحيانا. مصطفى، حدا بيموت من الحب؟ لا، ما حدا بيموت من الحب. يبقى كل ما شيء حدا سهل. بيموت، ما في شيء بيموت الإنسان إلا لما يخلص عمره. إلا خلص. بالضبط. طيب وصلنا هلا لفقرة الأغاني. أغاني ولا الأسئلة الصعبة؟ أنا كنت عم فكر بالأغاني. بدك تسمعنا أغنية هيك إهداء ولا نروح للأسئلة الصعبة؟ إهداء لميرنا. هاي الأغنية الأولى إهداء لإليك، والثانية أنا معلش أنا بنت البطة السوداء إن شاء الله. عني إن شاء الله. خطير يا يوسف. واو، هاي عملت لها أنا فيديو كليب. هي اللي عملتي عليها كليب. مجنونة. شو بحبها الغنية والله. شو بحبن حركاتك مهضومة يا روحي، كل جنونك أنا عاجبني تقبرني اسنانك لما شو وانت بتعملي حركات. هي الغنية مجنونة. شفتيها أنت؟ شفتي الفيديو؟ شفتها. ما بزعل منك يا إنجي. شو الغنية هاي؟ شو الهضامة؟ شو شايفة الجنون؟ الجنون اللي كمل الغنية هاي عن جد، لأنه أنت أول متبرع أنا بحسه. هذا التبرع اللي بيروح على الجنان هذا بيتبرع بجنونه، شغلة كتير كبيرة. هي الغنية كلها فن. هاي الغنية كلماتك؟ كلماتي. حلو. وغناء الأستاذ النجم ربيع الأسمر. تحياتنا له. تحية كتير كبيرة وبقول له كل سنة وأنت سالم، إن شاء الله تشوف على وش الخير. طبعا ألحان وتوزيع محمد كيلاني. كمان ثاني مجنون محمد كيلاني. فراس أيوب. ايه وفراس تحياتنا له. وكمان طبعا إنتاج قناة أغنيتي أستاذ خطاب اليامور، كتير حلوة مهضومة.
مهضومة يا روحي. والله مهضومة والله. تعرفي أنا الغنية هاي يمكن سمعتها أول ما 5,000-6,000 مرة. عن جد بالسيارة، كل ما تخلص عيدة، كل ما عن جد. تخلص عيدة، مو طبيعية. طب ليش وبعتها لاحظتي لرفقاتي كم التعليقات؟ في ناس كتير ما حابين، يصطفلوا. بس انت شو أنا حبيتها. خلص اهم شيء انت. أنا حبيت، أنا لو ما حبيتها ما ما بعمل لها بصورها. فيديو. شفتي يعني أنا الفيديو لسه نفسي أعمل فيديو تاني على المقطع الثاني، ايه حلو. لأنه المقطع. شوفي الكلمات كلها صور، كلها صور. يعني احلى شيء يمكن انت بتعرف صح. يعني الشيء اللي بيخلي الغنية تعيش هي الصورة بالكلمة. صحيح صحيح. هلا انا ليكي إيه. هي الشغله بنوه عليها. هاي انا لما بكتب بتخيل دغري الكليب. يعني انت لما تجني وتتخلقي، اي صبيه بتتخلق على حبيبها، بتخيليها هي ومعصبه بالسياره، إيه، وعصبيتك فيه تفشيها، ما بزعل منك يا بيبي. يعني والله أنا ضل ناوية. حدا ما دلع على مرته والله أو انا حبيبته الصورة قال اللي لها بيبي. خطرت ببالي وقت هاي صورة شريرة على الاخر، عم تمزحي؟ وكنت ناوية اعملها بس ليكي خفنا. شريرة، ليكي انا عندي همس شريرة على البنات، المزح يعني. همس البنات اللي قبلها اذا حضرتيها، إيه. يلي دخلوا فيها حريم السلطان ومن اليابان ومن الصين، كلها ضرب وتكسير. انا مع حواء، انا اتحاد نسائي صبايا. أوكي. يعني انا طول الوقت هن ما خلوا مسلسل تركي فيه ضرب من المرأة للرجل، بهمس البنات ما نزل. كتير حلو. إيه. كتير. لا انا عجبتني الهضامة، الغنية كتير مهضومة، كتير حلوة، خفيفة نظيفة وخفيفة. بنت عالم وناس. هلا اللي ما عجبته يعني يصطفل، هي هلا أذواق. هن لا مو كتار، بس انه اقول لك شيء استغربت. يعني اقول لك مين عنا؟ فيروز الاسطوره طبعا. ام كلثوم، عبد الوهاب، كل الناس بتحبهم. لا في كتير عالم ما يلتا بيسمعوا. ناس ما بتسمع. في ناس هيك وناس هيك، بس كل غنية أنا بشوف في إلها وقتها، في لها ناسها. وإلها وقتها كمان مصطفى. يعني هاي الغنية إلها وقتها. صح. وقت أنا بدي أسمع شيء تاني ترى بسمعه بوقت تاني، إله وقته، خلص صحيح. حسب مودك يعني. مود. طب بدنا نهدي مصطفى غنية. الله لحواء. هي مجنونة. هي لمصطفى، هي كمان من هي كلماتي. كلماتك أنت. ايه كمان للنجم ربيع الأسمر. سمعتها. الله أنا يسترنا بسمع من له ربيع، حواء. أنا بسمع له كل بالحرب أغاني، بتفتح جبهات حواء. بس أنا ما انتبهت إنه هي إلك كلماتك. ايه كمان. حوا بتعرف بكون عم بلعب رياضه، بكون حاطط الاغاني هدول، والله بكون حينزلي شو بكون عم بلعب، جايتك بكون عم بلعب قتال. جايتك انا بالطاقة الروحية قبل ما اشوفك. تتمرن على الغنية مش على الغنية. لا، في لي فيديو حتى، يعني انا بلعب تايكوندو، ففي لي انا فيديو بلعب باليد وما يهمنيش اي حاجة، خلي أيوة، بالك. انا باليد والرجل وكل حاجه، فبحط اغاني ربيع الاسمر بتحبيه. وبكتشف انه كلماتك هلا وانا بعد بكون عم بضرب كتيرن وبصيد. كثير مهضومة الغنية، بحبها كثير. كتير حلوه. سمعنا شوي. بدنا نسمع مصطفى طبعا. مصطفى انت شو في ناس طمعانه تسمع منك شيء. فيك تهدي غنية تحظظه من هالدنيا، من اللي بس بباله. خلينا نسمع بالاول من مصطفى. يلا. كثير شو حابه بدك اسمع تسمع؟ رهيب شعرك لانه بصراحه. لا يعلى عليه. شو بدك تسمعوا؟ شيء قصير كبير؟ غزل يا حبيبي. غزل. ايه حلو الغزل، بس مش بحبك حب الشباك للبرداية. لا. هذا إلي. بحبك مثل اللي عاد من هجرة، وعقيد أمه غفيت شفافه. بحبك مثل عصفور عالشجرة، حده مرق صياد ما شافه. يا حلوة مثل شي حلم حققته، عايش معي من يوم كنت صغير. لا تصدقي كل شي حلو بوقته، انتي بأي وقت حلوة كتير. الله لا انا بدي اهدي غنية. احلى غنية. شفتي لوين موصلنا؟ يا انت ما قال لك خجل مؤقت؟ مصطفى انت سهل انك توقع اي بنت على فكرة. هاي كنا الصبح عم نحكيها. بس صعب اوقع هاي الفكرة. بس مصيبة هاي. انت سمعتي على هاي؟ صعب اوقع. أوه. بس يعني هلا انا شخصيا ما بصدق شاعر. يعني إيه؟ انا يجي شاعر يحبني انا بلاقي مشكله، ما بصدقه يا اختي، ما بقدر ما بقدر فرق يحكي عن جد ولا لا. منطق كلامك منطق 100%. مش عم تقولي شيء غلط. ما على هي فكرة. الصبح حكيناها إيه. مصطفى، وهذا يسألونا شو بتشتغلوا؟ أنا بالنسبة لي بقول لهم كذابة. تاجر حكي مثلا، تاجر حكي. بياع كلام.
يا بتعب، بعاني كتير بالعلاقات صح. بسبب الكلام. يعني- لذلك أنا ما بكتب كتير. يعني أنا في شو شاعر مثلا، أنا أحيانا بيخطر على بالي باليوم 10 قصايد ما بكتبهم، بنطر لعيش لحالي تكتبهم حتى ما أكون كذاب مع نفسي مش مع الناس. أنا بيهمني بيكتب لما بيهمني يحس. صدقي مع نفسي قبل ما يكون صدقي. طب أنا عندي اقتراح. لما أنت تكتب، لما تيجي يجي الإلهام أو الملكة شو بيقولوا له هذا عفريت إلهام. الشعر، إلهام. حتى لو منك عايش الحالة اكتبها وخبيها، بس أنا تيجي هيك بعمل. بس تجي الحالة طلعها. ما بنبسط فيه. أنا هيك بعمل. بس لأنه حتى الوحي نوت وخليها بالضبط، لأنه برجع لها على كيفي. ممكن ما ترجع، يعني بس ممكن تروح تطير لا، أنا الفكرة. بتبع طريقة بالكتاب، ما بنفوت بتفاصيل كتير، بس إجمالا ما في شيء بيروح. طبعا. والفكرة اللي ما بكتبها هلأ بتكبر. يعني إذا ما كتبتها هلأ هي بتضل بعقله تكبر. الباطن. صحيح. طب شو أقرب عمل غنائي إلك أنت كتبته هيك حسيته قريب لقلبك؟ إذا بدك مش رح أقول أقرب لقلبي، رح أقول أقرب لوقت. بالوقت اللي مرقنا فيه من شي حوالي أسبوعين أو 3 نزلت غنية لمجموعة شبابية غير معروفة بعدها بالوطن العربي، ولكن بالمحيط الموجودين فيه معروفة. كتبت شي ذكرته الصبح، وأغنية بتشرح وضع الناس المأساوي بالمخيمات، سواء كان سوري فلسطيني عراقي شو ما كان، بشكل عام عرب. حاولت تدخل قصة حب تتعبر عن المعاناة اللي عم يشوف فيها. أغنية نزلت من أسبوعين اسمها بجيب لك ضحكي، موجودة بس بعد ما نزلت يوتيوب، موجودة فيسبوك لأنه كان عمل خاص بالبداية. في حدا رح يدعمها أكتر بعد تنتشر. اسمها بجيب لك ضحكي، غنتها شاب وصبية، وكان في كتير كان عمل شبابي جدا يعني، وانبسطت فيه. يعني ما بتقلنا شوي كلمات لها؟ بتبلش هو اول شيء بيقول لها موال، طبعا مش حافظ الموال كامل، بيقول لها الموال انه عم يطلب منها تضحك وتنبسط. هو موجود برا وهي موجوده داخل هيدي المأساة. فبتقول له انا من وين بجيب لك ضحكي وببعت لك سلام، وببلادي ما في احكي ولا عنا حمام. يا حبيبي يا حبيبي تاركهن برا، ضحكاتن عينيك فوتهن عنا في برد الله يرضى عليك. ومبارح عنا عالخيمة امي طلعت جابت غيمي، قالت يمكن ما لأم خطي برا تنام، وانا من وين بجيب لك ضحكي وببعت لك سلام. ما بعرف ليش تغلي بدمع لما بسمع. لأنه كتير فظيع انت. كتير بنزلنا. بيقتلني. بدك تموتنا اليوم. بدنا خلص انت لا لا لا، ما تخافي علينا، بنطلع بسرعة من الحالة، نروح على ميرنا. ميرنا عم تتدمر يا جماعة. طيب شو رأيكم نسمع، ما بدك تسمعوا غنية لمصطفى طيب؟ ما بدنا نهدي غنية؟ خلينا نهدي ميرنا شوي بس. هي إلك مصطفى.
وعلى السريع هلا عنا اسئله على السريع. 5 أسئلة لإلك و5 أسئلة لإلك، بدك تجاوبي عليهم على السريع، معك 5 ثواني للجواب. ميرنا إذا ما قدرتي تجاوبي بتقولي باص، بس بالمقابل بتغني غنية بس يخلص بسرعة بس. بتجهزي لي حالك. خوفتيني. نبلش مع لعبة القنينة. هاي طبعا ما احنا متعودين عليها لعبة القنينة شامية. بدنا نبرم القنينة. برمي يا ميرنا. ايوه تفضل. سر عرفتيه عن شخص مقرب إلك مؤخرا، شو هو؟ بسرعة اكشفي السر. سر عرفته بقى رفيق لإلي هو ونايم بمس اصبعته. اي بتضحكت عليه. بدي جاوب بسرعة. يلا الثاني. اوبا لا كمان عندك جايك سؤالين هلا، جهز حالك. شو؟ اكتشفت أن والدي ميرنا. انه والدي اعظم رجل. هذا اكتشاف؟ تعرفيه هذا الحكي؟ لا اعطيني اكتشاف. ما كنت مكتشفته، كان والله. عامل شغلات انا ما بعرفها. اوكي يلا. مصطفى، اغرب اشاعه سمعتها عن نفسك؟ بتعاطى بس. عن جد؟ يلا. ميرنا. لا ميرنا خليها لا ثلاثة. تغشي. قنص والله اجت هيك. طب تعي نعيدها يلا. انتي ميرنا. يلا. ميرنا الغلا. 3 كلمات توصفي فيها نفسك على السريع. انا مستبدة. 2 قيادية. 3. حنونة. الله. ميرنا باقي لك سؤال، بنروح بكل الاسئله يلا بعديها يا ريت. لمصطفى. ميرنا، تتمني لو خبرتي شخص انك بتحبيه، مين هو؟ خليه بقلبي. باص بيطلع لنا عندك غنيه. طبعا لا. مصطفى، كم مره شعرت انك وحيد؟ كل يوم. يا لطيف. ماشي باقي لك 3 اسئله. لا انت خلصتي؟ خلصي اسئلتك. الحمد كل لله. الاسئله لمصطفى. مصطفى، هل توجد خرافه انت تؤمن فيها؟ ما بعرف اذا خرافي، بس انا بآمن بالحادثة السابعة. نحن 6 حواس. شو هي؟ بحس بالاشياء اللي بدها تصير لبعدين. تمام. طيب السؤال اللي بعده. مصطفى، انسمح لك انك تعمل شيء حرام وعملته، شو هو؟ ما عملته. انسمح له بس ما عمل. ما عملته. لا طيب. بس سامحني. صفة وحدة إذا شفتها بالشريك رح ترتبط فيه فورا، شو هي؟ الوفاء. حلو. آخر سؤال، مع مين أنت واقع بالغرام هلأ؟ شريك بعيد. مين هو؟ أول حرف باسمه، أول كلمة باسمه. اول كلمة باسمه. لا ما بقدر. بيطلع لنا عندك قصيدة. خلص تكون عندي قصيدة. عقوبتك غنية. انت تفضلي. مفكرة في حدا رح يفشي اللي بيحبه؟ عادي أنا بفشي. لا انا بفشي، بس انا عندي اسباب ما افشي. أنا بفشي عادي. لا انت بفشي انا ما بفشي. كل شيء انت بيفشي. بفشي انا ما بفشي. طب افشي لنا هيك بغنية. رح اقول لك موال، يلا تفضل. لانه مشهورة بالمواويل انا. كمان اسمعي. جبلي ولا شو؟ يلا هلا اسمعي يلا. واحكي معي. سمعونا يلا. بيطلع لك موال تاني عندي بعدين، ايه طبعا. بس ما رح جاوب على سؤال. هذا فري من هذا جديد. هدية. بالسنة الجديدة. الخيم علي الليل نعسان بابي، وناطر تلفيق الهوى بدقة أحبابي أحبابي. لك مكان والفي طل ولا يطل الضباب، ولك ديعان هاك العمر يطلع عليه سراب، كحل وحمر إله عطر تيابي تيابي يا حبيبي يا عيوني يابا يابا
الله الله برافو جنني. في نجوى كرم عنا كلوديا هون. الله يا كلوديا يا شمال بس صوت كثير قريب لنجوى كثير بحب ولكلوديا شمالي لبنان. كمان. ولنجوى صح؟ ولا نجوى هلا إيه. بنسمعكم بعد. ايه شمس الغنية حلو. الله. هي عم بيشبهوا صوتك بصوت دلال الشمالي. كلوديا نشأت كلوديا كلوديا شمالي، مخرطة إيه. نشأت. تحياتنا لإلك. حلو. توقعتي انه يكون جبلي؟ آه شكلي جبلي لا لكن غجري. لا لا اكيد يعني مو فيروزي. هلا انت فاجأتيني ما كنت فاجأتك قادرة. مو؟ فاجأتيني ما مو مو فاجأتك مو. طيب خلينا هيك نسمع منك شيء بصير. شيء عندك شيء فرايحي؟ ما هو الحزن انت القصيدة اللي وزنها مكسور، يا ريت ملكي يكون أولها. بفتح كتاب الحب فيه سطور حتى عوزن القلب عدلها. يا منيتي يا صرخة طموحي، يا بلسمي يا شافية جروحي، لو كان مني بتقبلي التكريم جاي عبالي تملكي روحي. الله. وإن كان روحي ما بتكفيكي بكتبلك ضلوعي وضواحيها. عيوني أنا عن جد بعطيكي بس أنتي ساكني فيها. الله يسلم هالتمام. الله كتير شو حلو. الحلا هاد جنن كثير حلو. خليكم عنا. بعطيكي شي ترجعي لعنا. عم نعطيكي شي ترجعي انا لعنا. عم اقول خليكم عنا. طب بقي اخر لعبه. بدنا نلعب هلا لعبه يا جماعه جديده. يوسف خالد شوفوا بكر ضلني بكر خالد ضلني ناديله خالد ما بعرف ليش. خلص انا بكر. مسميته خالد. يلا. شو بدي اعمل. شوفوا هاي اللعبه الله يستر. يا اخ. هاي جديدة جديد يا عفو الله. هو دجلة. حياتي يا عفو الله. شايفين هدول الأحرف؟ ايه شايفين؟ شايفين. هلا رح يطلع حرف. الحرف اللي بيطلع فيه بدك تبدي فيه شعر أو غنية. طيب بدك ترد عليها بالحرف اللي بيطلع. تقدر على في التحدي؟ بنجرب بما إنه لعبة جديدة. جاهزين؟ هلا أنا رح أقلب الورق. شوفوا. ايه بتقلبي بتوقفي على كيفك انت. اي انا ما بختار. انا هيك بعمل هيك. ها حاء. اللي بده يبلش اول يبلش. حاء. هلا إذا بدك بقول اللي قلتها هلا حاء حلوة مثل شي حلم حققته، وعايش معي من يوم كنت صغير. لا تصدقي كل شي حلو بوقته، وانتي بأي وقت حلوة كتير. الف. ألف. لازم يكون يعني الف غنية او شعر. ما بيصير اسم. اسم. قولي اسم. جماد نبات حيوان. زكريا. يلا هلا مقطع صغير غنية. يلا بطلت غني. قولي باص دغري عشان باص. تروح لعند باص. مصطفى. خليها كمان بالألف. ايه هلا هيك 2 ما بتعرف. 1 يمكن. ايه 2-1. كمان لا بستعين 1-1. لا هو هلا 1-0. 1-0. 1-0. بستعين بمطلع الغنية كمان اللي أوكي. قلت أنا من وين بجيب لك ضحكي وببعت لك سلام، وبلادي ما في يحكي ولا عنا حمام. ولا عنا حمام. مين؟ وطلع حرف الميم. شوف الصدفة. ميرنا. ميرنا. يلا يا ميرنا. ميم. 2-0. يلا 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 يلا. ما وعدتك بنجوم الليل ولا بطرحة من خيوط الشمس. سين. لا هي لا نحن نختار من هون. يلا بس خليني اخذ نقطة ما تغشي كتير. معاكي أنا. خلص هيك. كملي بس. لا وصلنا للراء. راء. يلا يلا. هو ولا انا؟ اللي ببلش 2. اول. راء. هلا انتوا هلا هو 2-1. راحت علينا شو راحت عليك. بلشي فيه. مش عم بتسكر شعرها. بلش بالراء. روحي. طب روحي ولا تجي. روحي صبغت أسود عتم باللون،
روحي صبغت أسود عتم باللون، والمر حدك شو كنت غبه. بعيني كنت أكبر حدا بالكون، بعيني صرت أصغر من البب. الله شو حلو. طلع الفاء. مين؟ هلا هو بده يغلبني. 3-1. فيك تبلشي بغنية. ف امم مع انه شاطره انا بهي اللعبه. ويلا. بلش بغنية. طب قول انت قبلي اذا إذا عندك في شي. حاضر أنا عم شي. بتذكر، هيك- نحاول اثنين يعني نتذكر. هيك إذا عندك- بتغلبها انت. اذا عندك شي حاضر قول. هلا انت 3-1. خلص أنا مرتاح على وضعي يعني هلا. نتذكر يعني انت هلا غالبني. مطمن. غنية. غششيني. فاتت سنة وخلاص. قل مرة فاكر لما تقول لي حسيبك هو يعني انا حجري وراك. لا ولا رح استنى. هاي تنتين لازم يطلع لي نقطتين. يلا ماشي اوكي. يلا ناخد وحدة. سين. يعني الاحرف اللي بدي اياها ما طلعت. ساعات قولي غني. لا انسى الغنية، انت قول قصائد. قول. أنا بحاول أتذكر صراحة. ايوه اللعبة رح تخلص. سين عندك. سامحتك كتير، سامحتك كتير، سامحتك بقلبي الكبير، ومش غصب عني ولا ضعف مني، ولكن لأني بحب بضمير. سامحتك كتير كتير. غشاشين. لا ما غشاشين. على فكرة الغنية صعبة. شكرا إلك والله بتكسب عليها نقطتين. طلع الصاد. أنا قاعدة عم بقلب بالورق. شفتي صعب يعني أنا ما غشيت. صوتك ولا جابها. صوتك كأنه مثل رجعة على البلاد، الله. من بعد خيمي فت أطراف الهوى، وضحكة عيونك مثل مجموعة ولاد ركضوا لعندي وما قدرت ضمهم سوا. الله 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 الله. طبعا النقاط يعني قريبة بس لا ربح مصطفى. لا بصراحة فاز. ربح مصطفى. طيب فينا نحن مثلا هلا انتوا 2 شعراء اوكي، فينا نسمع هيك مساجلة شعرية بيناتكم؟ انا بالنسبة لي رح اقول. تقول اللي هي بدك ترد. انا بقول اللي عندي. بدك ترد. بنجرب الرد، ما في مشكلة، ما بدنا ناخذ وقت كتير. رح اقول له يلا تفضلوا. ومن عبر برنامجك كتير حبيتك انا. وانا حبيتكم كتير والله. خليكم امانة ما تخلصوا. رح اقول. يلا. أقول لا تلاعبني بالنار والحب وانت كبير، قلبي ما يحتمل يوم تكون غريمة، ولا تراكضني وراك طول الليل، في بعدك نسيت الحب ومفاهيمه، ولو جاك مني يا حبيب الروح تقصير، ما تسكن الروح بالجسد واني عديمة، وانت حبيبي على الراس والعين، خليك كبير بعيني قدرا وقيمة. الله، انت وصباح الخير شق التو، زيادة بوجهك ضو عاطيكي، هو بيبدأ فيه يوم اليوم وانتي انا مبلش عمر فيكي، بتوعى خلفك عصافير، تشرب البند اللي انغلى بعيون، بتتاوبي بيطلع لحن بكير، فيروز بس معتقة بحسون. شو بدك أكثر من هيك؟ يعني
يعني أخذتونا لعالم فوق الغيم، يعني فوق- بكيناكي فوق السحاب. فرحناكي. وسابقناكي انتو وغلبناكي. كل شيء حلو فيكم. حبيبتي تسلمي. يعني لا، اللي بشوفكم ما بيبكي، بالعكس بيفرح. بس أخذتونا شو فعلا لوجدانيات حلوة كتير. أنا كتير سعيدة والله فيكم، نحن أكتر. وأنا فخورة أنه أنتوا اليوم مبسوطين كنتوا فيكي. ببرنامجي، وأنه أنا عم بختم السنة بمسك، ختامها مسك ميرنا ياغي ومصطفى الحايك. أحلى ساعة يعني انتي احلى بنقضيها. اموره حبيبة عن قلبي. جد. وبدنا مهضومة. نعيدها، بدنا نعيدها، إن شاء بدنا الله. نعيدها مشان انتقم منكم أكتر بلعبة الأحرف. طبعا الساعة الأولى خلصت بسرعة مع الرائعين الفنانين المبدعين مصطفى الحايك وميرنا ياغي. انطرونا بالساعة الثانية مع ضيف أيضا جميل، مع الأستاذ حمزة، فنان طبعا هو، حمزة شو ذكرني بالعيلة، حمزة أبو هديب. حمزة أبو هديب. طب ام سوري، انا اسفه، استنوا 4 دقائق. والله لا، حمزه لا يقتلني هلا بس يفوت على الاستوديو. لا تعتبوا. حمزه ابو هديب راح يعني عنده، راح هلا يتحفنا كمان بالاغاني. حمزة فنان. بتعرفوه فنان. لحمزه؟ انا بعرفه. تحياتنا له. هلا رح نطلع نشوفه برا، وانتم كمان لا تروحوا لبعيد. 4 دقائق بس، شوي زياده وراجعين. دخلت انت بحياتي